عارف إن في عُملا بيخرجوا من عندك مقتنعين إنهم مش محتاجين الدوا اللي جايين له أصلًا، مش لإنهم مش عاوزين الدوا، لأ لإن حضرتك ما سألتش السؤال الصح أو اتعاملت معاهم بالطريقة الصح. في الحلقة اللي فاتت كسرنا الجليد، واتعلمنا إزاي نخلّي الانطباع الأول عند العميل يبقى كويس، دلوقتي جاي دور إنك تخش في دماغ العميل، وإزاي تتكلم وتتعامل مع العميل لحد ما تخلّيه يشيل الدوا. وبعد ما اتعلمنا إزاي نذيب الجليد، هنتعلم إزاي نتعامل مع العميل. في أكتر من techniques للتعامل مع العميل إن شاء الله هنتكلم عنهم في سلسلة الفيديوهات دي إن شاء الله. هنتكلم النهارده عن السبنسرنج، والسبنسرنج هنتكلم عليها في حلقتين ان شاء الله. السبنسرنج ديت لخواجه اجنبي اسمه نير رخام، دي بتتعامل في عمليات البيع المعقد زي بيع الدواء. السبنسرنج ديت عباره عن اختصار لحاجات المفروض تكون في دماغك. الاس دي اختصار لكلمه السيتويشن، اللي هو المفروض العميل اول ما يجي لازم تعرف السيتويشن اللي موجود عنده ايه. والبي اللي هو البروبلم، ايه هي المشكله الموجوده عنده. الاي الامبليكيشن، اللي هي ايه الاثار اللي ترتبط على المشكله اللي موجوده عنده ايه. والان معناها النيدز، ايه هو احتياجه، هو جاي عاوز ايه بالظبط. احنا مش هنيجي نسمع الكلام ده موجود وهتلاقيه في كل الكتب. هو باختصار شديد هنتكلم في الحلقه دي عن الاس والبي، اللي هو السيتويشن والبروبلم، وده انا بلخصهم في الوام تكنيك. اللي هو اول ما العميل يخش لك الصيدليه تساله، تعرف عنه هو مين اصلا، هو مين الشخص، سنه كام، الاعراض ايه، والاعراض بقالها قد ايه، خد ادويه ولا لا، هو بياخد ادويه مزمنه ولا لا. ده ملخص حاجات السبين دي، اللي هي حرف الاس وحرف البي، عشان ده هيترتب عليه في الخطوات الجايه ان شاء الله، واللي هنكمل مع بعض ان شاء الله في السلسله. ونعرف ازاي بعد ما احنا عرفنا ناخد كل المشاكل اللي عند المريض وايه المشاكل الموجوده عنده، عشان نعرف نديله الحلول، وازاي نعرض عليه الحلول. يعني انت كده كده هتبقى عارف الحلول، بس الفكره في ان ازاي انت تعرض عليه الحل، ايه الطريقه اللي هتعرض عليه. طرق العرض كتيره زي الساندوتش تكنيك، زي الاديا ميثود، فاب ابروتش. ان شاء الله الحاجات دي كلها هنتكلم عنها في السلسله ان شاء الله. بس خد بالك، دي أداة من أدوات كتير زي ما إحنا قلنا. في عميل هيمشي بالمنطق، هنستعمل معاه حاجة مثلا زي الفاب ابروتش. وفي عميل تاني مش هيقتنع غير بقصة، فده هنمشي معاه بالساندوتش تكنيك. فخلي بالك بقى إن السلسلة دي مش شرح، دي صندوق أدواتك. كل حلقة حرفيا عبارة عن سلاح. الشطارة في إنك تعرف إمتى تطلع السلاح ده والمين، لأن اللي هيعرف يطلع السلاح المظبوط هو اللي هيعرف يبيع. تابعونا في الحلقة الجاية.